بشكل تاني مدينة ساحلية سياحية جميلة، يعني من أجمل مدن العالم. نشوف مع بعض هذه فقرة عن السباحة. بيقول السباحة من أجمل الرياضات. كثير من الرياضيين بيهتموا إن تكون دايما جنب حتى نوع من الرياضة هم بيمارسوه لابد إنها تكون السباحة. من الرياضات الممتعة الحقيقة. تعالوا مع بعض نشوف هذه الفقرة. نظمت منطقة الإسكندرية للسباحة بطولة الإسكندرية ووسط الدلتا لسباحة المسافات القصيرة. ويسعدنا للحديث حول هذه المسابقة أن نلتقي مع السيد العميد أحمد الحرازي مدير مجمع السباحة الأولمبي بنادي سموحة. أهلا بك سيادة العميد. اهلا بك يا ابني. كلمنا حضرتك عن هذه البطولة، هذه المسابقة التي بنشهدها اليوم في نادي سموحة. هو منطقه اسكندريه للسباحه هي بتنظم بطولتين في السنه، البطوله الشتويه والبطوله الصيفيه. مجلس اداره المنطقه الجديد بقياده الاستاذ طارق الوكيل رئيس مجلس اداره منطقه اسكندريه للسباحه، هو كان طلب من المهندس محمد فرج عامر اقامه هذه البطوله الضخمه الكبيره اللي هي تبدا بالمرحله الاولى ب 831 سباح مشاركه 23 هيئه. المهندس محمد فرج عامر ما تاخرش على طول ووافق ان هو يستضيف البطوله ديت، وفتح المنشآت بتاعت النادي وفتح بوابه النادي لاستقبال الرياضه، لان هنا الحمام بيعتبر حمام مجهز وهو من احدث المجمعات السباحه على مستوى الشرق الاوسط، لان هو في امكانيات وخصوصا الساعه الالكترونيه اللي موجوده اللي هي بتسهل ان العدد الكبير ده يخلص في السكور بورد، يخلص في السيشن اللي معمول للبطوله عشان ما ياخدش وقت كبير. انت عارف حضرتك 831 سباح، يعني احنا اليوم الاول كان عندنا 50 تصفيه في ال 100 حره، وتاني يوم عندنا 94 تصفيه في ال 50 حره. فالحمد لله احنا انجزنا وخلصنا في موعدنا، والحمد لله البطوله ماشيه على ما يرام، وتنظيم على اعلى مستوى والحكام على اعلى مستوى. المرحلة السنية 11 سنة. دي بتبقى اكبر مرحله طبعا كلاعبا وجمهورا. انت عارف دي بتبقى اول بطوله للسباح كله، فكل اهله وكل عيلته انها بتيجي معاه، والحمد لله احنا عندنا النادي يستوعب هذا العدد من سواء في المنشاه نفسها من مدرجات ومن اماكن التواجد والضيافه، او سواء النادي الساحات اللي موجوده والباركينج اللي موجود يسيع لهذا العدد الكبير. كابتن أسامة جابر رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأولمبي، أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. كابتن أسامة، يعني حضرتك شايف أهمية هذه المسابقة الرياضية، مسابقة السباحة، شايفها إزاي النهارده؟ هي دي بطولة اسكندرية الشتوية للسباحة، ودي بتتعمل مرتين في السنة، مرة شتوية ومرة صيفية، ودي بتتعمل عشان تبقى تصفيات ان انا اقدر اطلع بيها بالسباحين للاشتراك في بطولات الجمهورية اللي بتتعمل في القاهرة. شايف أهميتها وانعكاساتها الإيجابية على الأطفال المشاركين في هذه المسابقة. احنا عندنا في احد السباقات ال 100 حرة 640 لاعب مشارك، فهي البطولات دي تحفيز للاعبين، وده هدف في بطل اسكندرية في اول تاني تالت، في سباح بيبقى ده الهدف بتاعه انه هيطلع من هنا يستعد لبطولة الجمهورية يجيب ميدالية في بطولة الجمهورية، فهو دي البداية بتاعت السباح. هنا دي اول بطولة 11 سنة، دي اول بطولة ليهم، يعني قبل كده كان مهرجان، النهارده دي اول بطولة رسمية ليهم. فمن هنا السباح يقدر يصنف نفسه ويقدر يعرف نفسه، ولكن ما هياش برضو المعيار النهائي ان السباح اللي هو حقق يبقى هو ده البطل واللي ما حققش. انت عارف السباح 11 سنة لسه التكوين بتاعه الجسماني كله لسه ما اتكونش، فيعني برضو ان انا احكم على لاعب لسه بدري. يعني دي نقدر نقول مراحل أولية بالنسبة للسباح، يعني بداية على الطريق، بنحط السباح على الطريق، ولكن في اولياء امور بتستعجل، بتشتغل من بدري قوي، المدربين بتشتغل من بدري قوي، بيحاول يعجل او يخلق العضلات بتاعه السباح من بدري، وده هيحقق نتائج ايجابيه بسرعه، ولكن على بعد 13 اللي هو النمو الكامل للاعب او مرحله البلوغ، اللاعب نموه بيقف، ما بيقدرش يطلع ارقام افضل من كده. كابتن أسامة، لو اللاعب او الطفل يعني في بداية لعبه لعب في البداية فترة وبعدين توقف
هل ده ممكن يؤثر عليه ويؤثر على لياقته عندما يعود مرة تانية؟ هي السباحه زي ركوب العجل، ما بتتنساش. لو انا اتعلمت هعرف اعوم، ولكن عشان احافظ على ارقامي هي لعبه شاقه محتاجه استمراريه في التدريبات. لازم اللاعب يستمر في التدريبات، يعني صيف شتاء. يعني احنا بنتمرن الصبح قبل المدارس ونتمرن بالليل، مارس باستمرار. لازم بتدرب باستمرار، خصوصا يعني واحنا في اجازه نصف العام الوقت ملائم جدا. بالظبط. السباح البطل هتلاقيه دكتور ومهندس ضابط مستشار، يعني لازم هتلاقيه في تايتل كويس ان هو مقسم وقته. اللعبه دي لعبه اصلها رقميه، هي بتعلمنا الساعه. بنعرف من واحنا صغيرين نمشي على الساعه، اذاكر امتى، انام امتى، اخرج امتى، يبقى اروح مع اصحابي امتى، تدريبات ولاد امتى، الفيلم كله بالساعه. هذا الموضوع البطولة الشتوية للسباحة للناشئين مسافات قصيرة اللي أقيمت بالملعب الأولمبي بنادي سموحة. الحقيقة بيسعدنا يكون معنا على الهواء المهندسة سما سلطان، سكرتير عام مجلس إدارة منطقة الإسكندرية. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك. ومعانا المدرب كابتن عمرو مصطفى، مدرب سباحة فريق 2008 للسباحة. أهلا بك يا كابتن نادي سبورتنج. أهلا بيك. ومعانا طبعا البطل حقق رقم قياسي جميل جدا، معانا زياد محمد الحاصل على لقب احسن رقم قياسي في البطوله مرحله 11 سنه. الف مبروك يا زياد. شكرا. ايه بقى، قول لي احساسك النهارده، لازم تبقى انت البدايه. احكي لي احساسك ايه بعد البطولات والميداليات والكاس ده. مبسوط. احكي لي اول مره طبعا السنه دي تدخل بطوله. ايه بقى كان احساسك ايه؟ فرحان؟ ماما طبعا فرحانه. انا كنت خايف في الاول، لكن بعد كده خلاص كنت مش خايف. كنت خايف امتى؟ كنت خايف وانت جاي تدخل المسابقه ولا امتى؟ كنت خايف. ومين اللي مين اللي طمنك؟ الكابتن؟ وماما طبعا كانت موجوده طبعا. نقول مبروك وهنرجع لك تاني يا زياد. باشمهندسه سما، في البدايه يعني البطوله دي بتتعمل مرتين في السنه، مره شتويه ومره صيفيه، وبقى لها طبعا عمر يعني بنتحدث قبلها انها من ايام اجيال قبلي كمان. اجيال قبلك. والحقيقه معروف في اسكندريه انها مدينه ساحليه سياحيه، لابد تكون السباحه دي من اولوياتنا حتى في اسكندريه، ومنطقه اسكندريه انها تهتم في السباحه. عايزاكي تكلمينا على السباحه وعلى دور منطقه الاسكندريه في تنشيط السباحه عموما. هي منطقه اسكندريه اصلا تتبع للاتحاد العام للسباحه. هو الاتحاد العام مقسم ل3 أو 4 مناطق، منهم منطقه اسكندريه ووسط الدلتا. منطقه اسكندريه مؤخرا انضمت لها وسط الدلتا. هي كانت اسكندريه تقتصر بس على نوادي اسكندريه فقط، لكن وسط الدلتا نوادي المنصوره، نوادي طنطا، بلديه المحله وهكذا انضموا، فبقينا عندنا قاعده كبيره جدا 22 نادي. جميل. فده عمل على نشر اللعبه بطريقه قويه جدا في جزء بتاع وسط الدلتا وجزء بتاعنا. القصه الثانيه ان احنا لاول مره البطوله بتاعتنا تبقى مؤهله للكاس مصر او للجمهوريه. يعني قبل كده كانت البطوله بتبقى مجرد على اسكندريه وخلاص. لما توسعت القاعده طبعا توسعت، بقت السنه دي التنظيم الجديد بقى ان يعني هي اول مره تبقى وسط الدلتا معاكم. اول سنه. لا هي بقى لها تقريبا 2 سنين معانا، بس مش بكميه حجم النوادي طبعا اللي انضم. يعني اهتمام اعلامي اكيد بقى بالمنطقه دي، فبداوا يهتموا بيها بالظبط كده. فهي بقت يعني بقى شرط اساسي اللي يشارك في اللي عايز يشارك في بطوله كاس مصر او الجمهوريه لازم يشارك في منطقه اسكندريه الاول. وعن طريقها يتأهل، وبعدها يتأهل تأهيل للجمهورية أو لكاس مصر. يعني هنا ناخد التصفيات بإذن الله، اللي من هنا نبتدي ندخل بيها البطولة إن شاء الله بإذن الله. يعني إن شاء الله زياد معانا إن شاء الله بإذن الله. زياد يعني بإذن الله تستعد بقى يا زياد لبطولة الجمهورية بإذن الله. مش هيبقى فيه خوف ولا توتر ان شاء الله. طيب اكلم كابتن عمرو مصطفى، مدرب سباحه فريق 2008 نادي سبورتنج. مجهود كبير طبعا بذلته بقى مع الفريق، واكيد طبعا مع زياد يعني. احكي لي بقى، هو اول مره يدخل طبعا، ان فريق الناشئين ده بيبقى دايما اول بطوله له هو بيبتدي يدخل. فقول لي بقى بيبقى بتاخد يعني احنا استلمت الفريق من حوالي سنه ونص. كانوا لسه طالعين من مركز اعداد البراعم. بدأنا بقى بالتدريج يتقنوا بقى ال4 عومات السباحة بتاعتنا، وبعد كده بقى بدأنا نحط برنامج تدريبي عشان يشاركوا بقى في بطولة اسكندرية إن شاء الله. خلال الفترة دي كان في بطولات ودية أو لقاءات بيننا وبين أندية، بس دي أول بطولة رسمية يشارك بيها فيها الفريق. طبعا هي اول بطوله دي ما بتبقاش يعني مقياس جامد، لان لسه الولاد مش عارفين يعني ايه بطوله، يعني ايه سباقات، يعني ايه تسخين.
يعني جو البطوله كله كان لسه ما عندهمش درايه بيه كويسه. يعني ده كان مجهود مضاعف ومسؤوليه كبيره ان انت تحاول تحسسه بقى انه مش تدريب بسيط او زي اي حاجه، النتيجه يعني لازم انها يكون لها مردود، ان لما ياخد النتيجه دي هيبتدي يؤهل لها بطوله جمهوريه. فعلا تبقى اول بطوله دي بتبقى حاجه صعبه، ان لسه الولاد مش عارفين يعني ايه بطولات سباحه وتتميم وحكام يعني الجو نفسه كله لسه جديد بالنسبه لهم. فان ولد مثلا ينزل في البطوله دي ويحقق ويعمل ارقام كويسه، بتبقى حاجه مجهود صعب يعني مش سهل. طب كابتن حضرتك كنت يعني عندك توقعات من زياد انه هيبقى دي النتيجه بتاعته، ولا انت بتبقى اكيد راصد مين المتوقع ان هو باذن الله يحقق النجاحات، ان هو هيحقق الفوز؟ يعني هل كنت توقعت من زياد كده؟ طبعا كنت متوقع من زياد. كان واضح في التمرين والبرنامج التمرين نفسه المحطوط، لا كان محطوط برنامج قوي عشان يقدر ان هو ان شاء الله يحقق. وهو طبعا يعني نزل وعمل مفاجآت، يعني احنا ما كناش متوقعين. يعني كان فيها مفاجآت يعني مش كلها توقعات. لا هو كان يعني حتى كان قبل البطوله كان في قياسات وكده، ما كانش جايب نفس الارقام دي، نزل ان شاء الله عمل ارقام قويه يعني. نحن نعمل في صمت، يعني انت ما كنتش مبين حاجه فاجئتهم. ايه طب حسيت لي انت حسيت بقى باهميه البطوله لما نزلت؟ يعني هو ما كنتش محقق الارقام دي قبل كده، ازاي حققتها ساعه البطوله؟ هم كانوا قاعدين بيشجعوني وكنت عايزه ابسطهم. كنت قاعد بقى شايفهم هما بيشجعوك؟ التشجيع ده مهم جدا طبعا. مين كان بيشجعك؟ الكباتن واصحابي. واصحابك كمان جايبهم كلهم بقى معاك في المسابقه؟ طيب كابتن انا عايزه اسال، عدد ساعات التدريب بتبقى قد ايه؟ يعني طبعا يعني بيبقى في عام دراسي وفي مذاكره وفي كده. لا هو في اول ما بدانا الفريق كان 5 وحدات في الاسبوع. كان التمرين حوالي ساعه او ساعه وربع. بعد كده بدانا نتدرج لحد ما وصلنا للتمرين حوالي 7 وحدات. التمرين برضه لا تعدى ساعه ونص يعني. ساعه ونص. بيبقى في الصبح بدري وكده ولا لسه المرحله دي يعني مش لسه. بعد كده بقى ان شاء الله لما بيتطور بقى في التدريب وكده بيبقى في تمرينات، ممكن يبقى تمرينتين في اليوم. تمرين الصبح مثلا قبل المدرسه، وبعد كده تمرين بعد الظهر. زياد وريني بقى الميداليات كده، عايزين الكاميرا تجيبهم بقى. دول 3 بقى. الثلاثه في ساعتها خدتهم كده؟ لا هو البطوله 5 ايام. 5 ايام. هو اول يوم انا خدت، تاني يوم انا خدت، وفي يومين في النص ده كان في يوم انا ما خدتش، واليوم اللي بعديه ده كان عندي تتابع ما خدتش. خامس يوم اخدت. طب كانت سباقات ايه؟ اول يوم كان ورينا بقى للكاميرا اول واحده خدتها. دي كانت ل100 حره. ودي ل400 ولل200. وال200 دي كانت اخر يوم، خامس يوم. طب والكاس بقى ده عشان الرقم كله بقى بعد المجموع؟ لا عشان ال400 حر. الكاس ده بيبقى كاس اسمه كاس احسن رقم. ده بيبقى احسن رقم في البطوله كلها. ده كان في سبق 400 متر حره برقم 4 دقائق 19. يعني لازم يبقى مع الوقت كمان 5-19 طيب باشمهندس سما، يعني احنا عايزين نتكلم على منطقه الاسكندريه. احنا بتقولوا نفس مجلس الاداره 2 على التوالي يعني. يعني انتوا بالنسبه لكم عندكم واحده شتويه وواحده صيفيه. الصيفيه برضو بتبقى في نفس الملعب؟ هو المجلس يعني رئيس المجلس بس هو اللي اتغير. انما الاعضاء يعني في ناس جت اضافه معانا جديد، وفي ناس فضلت زي ما هي، وفي ناس اتغيرت برضو. بس اكيد بتكملوا الادوار يعني. يعني احنا عندنا الحمد لله احنا كنا عاملين سيستم الدوره اللي فاتت، يعني احنا بنحاول نطور منه يعني. يعني احنا وضعنا خلاص منظومه، فبنحاول نشتغل بقى ان احنا نسعى ان احنا نوصل لاعلى مستوى. الحمد لله البطوله الشتويه اول مره اشوفها بالمستوى ده. انت بتقولي يعني على اساس القاعده زادت كمان لا، والمستوى التنظيم هايل. يعني اول مره اشوف مستوى تنظيم اداري، تحكيم، نظام. احنا جبنا كمان فولنتيرز 10 فولنتيرز من كليه التربيه الرياضيه، بنات قسم ترويح. فهم اللي بيمشوا مع الولاد، يجيبوهم من منطقه الاعداد لغايه الحاره، يوقفوهم عند الحاره. فالمنظر جميل جدا بلبسهم في المراسم، في التتويج، كل الحاجات التنظيميه دي كله منظم رغم اطفال. بنتكلم في 11 سنه. الموضوع بقى مختلف تماما، كاننا في بطوله عالم. يعني بطولات العالم الواحد، انا بسافر بطولات عالم الى الان، يعني بشارك في السباحه برضو، فبشوف بيبقوا جايبين فولنتيرز، بيبقوا جايبين ناس بيتابعوا السباحين بيساعدوهم وهكذا. فده الفكر الجديد اللي احنا بنحاول نطوره ان شاء الله باذن الله. ان احنا مش لازم نستنى نوصل للبطوله العالميه عشان ناخد الشكل النهائي. ما ايه المانع ان احنا تبقى بطولاتنا حتى الداخليه بيننا وبين المحافظات بالزبط. او بيننا وبين الجمهوريه تاخد الشكل ده، عشان حتى الابطال يطلعوا مهيئين بالظبط. نبدا بنفسنا الاول وبعد كده يعني يبقى سهل عليهم حتى الحقيقه
يعني مبقاش فيه ضغوط او ما يفاجئش البطل ان هو في حاجات مختلفه بيشوفها في الخارج كانتش موجوده كتجهيزات. بالظبط، بيبقى بالنسبه له الموضوع يعني خلاص اتعود عليه وشاف بقى حاجه مختلفه، حاجه يعني حتى لسه كنت بتكلم ان احنا عايزين نطور الموضوع ده حتى في الاتحاد العام ان شاء الله باذن الله. يعني هنشتغل الحمد لله، انا عضو اللجنه الفنيه في القصيره مع الاتحاد العام. فان شاء الله في البطوله اللي جايه هل بيبقى في تعاون طبعا مع كل الجهات؟ يعني انتوا اكيد بتستعينوا بمين؟ يعني نادي سموحه طبعا تعاون معاكم في الملعب الاولمبي. ده احنا بنشكر مهندس فرج عامر يعني شكر جامد جدا، متبني دايما يعني هذه البطولات. يعني هو من راعي رائع بالنسبه للسباحه. وبرده يعني احنا يعني في القاهره، بالنسبه للقاهره احنا بنشتغل في الاستاد. لا في تطوير جامد برضو، يعني هناك الدنيا بتختلف برضو عن الاول، عن زمان برضو. طيب باشمهندس سما، لو اتكلمنا عن تحقيق البطولات من الاسكندرانيه، يعني هل انت بتقولي وسط الدلتا لسه داخل، هل برضو بداوا يحققوا بطولات؟ لا وسط الدلتا اقوياء جدا، انا مش قادره اقول لحضرتك يعني في منافسه قويه جدا. في منافسه قويه يعني ما شاء الله. نادي طنطا ونادي استاد المنصوره ونادي الحوار، يعني دول تبع المنصوره واخدين كاسات في الترتيب العام فعلا بالنسبه لمرحله 11 سنه. فيعني فالمنافسه شديده، يعني في عبء كبير عليكم جدا انتوا بقى كمدربين. انت قلقتوا بقى لما لقيتوا وسط الدلتا داخل بقوه كده؟ اكيد طبعا. احنا دلوقتي هم ايه الاختلاف؟ يعني هم على اساس ان كان في تدريبات قبليكم مثلا او لا عندهم دلوقتي انا رحت نادي طنطا، عندهم حمام سباحه اولمبي فوق الممتاز زي نادي سموحه كده فعلا. فيعني لك ان تتخيلي بقى كلهم يعني وصلوا لهذه المرحله ان هم بيطوروا من نفسهم برضو. بيطوروا من نفسهم، بيطوروا من اللعبه وبيطوروا من الاداء. مع الفكر اختلف بقى، في ان هم بيتطلعوا ان هم يجيبوا احسن مدربين، بيختاروا الخامات الكويسه للولاد. عددهم طبعا مش كبير. ايه اللي بينافس منطقه الاسكندريه؟ مين اللي بينافس معاكم؟ يعني احنا دايما بنحب برضو ان النجاح يعني بيحدث مع المنافسه. منطقه الاسكندريه وسط الدلتا، مين المنافس؟ ومنطقه القاهره. منطقه القاهره ومنطقه الجيزه. انتوا بقى كارقام بالنسبه لهم؟ لا منطقه القاهره جامدين برضو. انتوا اكيد حاطين تارجت معين. منطقه القاهره هتلاقي بقى النوادي بتوع الاهلي، النادي الاهلي طبعا منافس قوي جدا. عشان ده كذا نادي مش نادي واحد، اعداد. وعندك حضرتك نادي الصيد داخل بقوه جدا، ونادي وادي دجله. يعني دي كلها اسماء برضو بنقول يعني طبعا لها باع طويل قبل كده في السباحه. طبعا. طب احنا بنتكلم على البطوله الشتويه والصيفيه، هل في اختلاف في اسلوب التجهيزات، اسلوب التدريبات، اسلوب المشاركين؟ والله يعني احنا بنحاول ان احنا نبقى كلنا زي بعض، يعني جميع المناطق احنا الحمد لله كلنا بنتواصل دايما، وكلنا مع بعض في لجنه فنيه واحده في الاتحاد العام. فكلنا بنحط مع بعض نفس الفكر ونفس يعني بنشارك مع بعض الجدول، مثلا بنشارك مع بعض نشرة البطولة. بنشوف لو حاجة هنضيفها او حاجة هننقصها، الحاجات الغرامات البوينتس، الحاجات اللي احنا المفروض قوانين بقى اللي بتحكم بالظبط. فدي بتبقى شركة بيننا كلنا، وبعد كده بتتقسم بقى على المناطق. بنخلص الولاد تصفيات، بيبداوا بقى يدخلوا بقى على كاس مصر او الجمهورية، بيبقى كلهم بقى جميع نوادي مصر مع بعض. جميل. كابتن عمرو، لو اتكلمنا على المنافسه وشدتها، وهنتكلموا على وسط الدلتا ويعني نوادي جميله وحققت، هنا كان في توتر منك ان انت حاسس ان المنافسه هتبقى الاولاد لسه بيدخلوا لاول مره بطوله، بتحس ان هم ممكن ما يحققوش الارقام اللي متوقعه؟ زي ما قلت لك ان هو اول بطوله دي بتبقى الموضوع بيبقى في التوقعات حتى موجوده بتبقى صعبه شويه. بس احنا في التمرين بنحاول ان احنا الولاد نديهم شغل نفسي اكتر، ان هم يستقبلوا البطوله دي، يعني ما يبقوش ما يحصلوش احباط او اي كده، لان دي لسه اول بطوله، لسه قدامهم عمر طويل في السباحه. ان هو لسه يبقى جاهز ان هو ان شاء الله البطوله دي لو ما عملش نتيجه كويسه البطوله اللي جايه لسه اللي وراها لسه اللي بعديها. هي كلها في الاخر بتبقى خبرات، يعني هو خبرات في السباحه نفسها. هي انواع السباحه ايه بقى اللي هم بيبقوا يعني غالبا بيبقوا مشتركين فيه؟ الناشئين. انواع السباحه يعني في مثلا القصيره، يعني هو متوقع يكمل ايه بعد كده؟ بيفضل فتره البطوله دي السباحه القصيره. هم اولادنا بيبقوا متدربين على القصيره. بس بعد ان شاء الله يعني خلصنا البطوله دي، عندنا ان شاء الله بطوله كاس مصر في اخر مارس. يعني ورا بعض، ده مفيش شهرين. يعني هياخد نفس وبريك كده بسيط ان شاء الله. ده تدريباته بتبقى مختلفه يعني لما ده داخل بطوله. اكيد ان هو يعني لسه كنا بنتكلم في ساعه ونص بيتدرب ساعه ونص. هل لا هو كده عدد التدريبات او الوحدات ما بتزيدش، يعني بتزيد كل سنه مثلا ولا حاجه.
لكن في خلال الفتره دي لا، التدريبات بتبقى مختلفه، بيبقى فيها بقى خلاص الولاد اول بطوله لسه نزلوا فيها، ما كانش لسه عندهم برضو الروح المنافسه القويه. لا بعديها ان شاء الله بيبقى في بيبقوا عايزين ان هم يعملوا حاجه افضل، بيبداوا يلتزموا في التمرين اكتر. لا البرنامج التدريبي حتى بيبقى مختلف، يعني ان هو بطوله كاس مصر دي بتبقى بطوله اصعب يعني. فلا انا محتاجه مجهود جامد والتزام اكتر عشان ان شاء الله يحقق فيها يعني. هل في نظام غذائي انت ملتزم بيه مع زياد مثلا او مع الفريق عموما؟ يعني يبقى في اسلوب في الاكل، اسلوب في النوم، اسلوب نظام عامله لهم من البدايه كده؟ طبعا لازم هم بيبقى معاها اسلوب تدريبات كمان، تمارين فتنس مثلا او حاجه؟ بيبقى عندنا تدريبات فتنس بحوالي 3 تمرينات في الاسبوع. الاكل بقى والنوم والحاجات دي بتبقى فيه زي تعليمات كده بنبلغها للولاد ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه، اوقات النوم، الايام اللي لازم يناموا فيها بدري، يعني بيبقى ليها برنامج كامل كده بيبقوا ماشيين عليه يعني. في اطوال معينه او اوزان برضو بتبقوا ملتزمين بيها؟ يعني لازم البطل يوصل لطول معين او وزن معين او كده، ولا لسه المرحله دي لسه ما مرحله فيها؟ لا لسه. زياد بقى قول لي، احكي لي انت بتقضي يومك ازاي وتدريباتك قد ايه؟ لو يعني في ايام بيبقى عندي الصبح وبالليل، ومعظم الايام بتبقى الساعه 4 بعد المدرسه طبعا. طب والصبح بيبقى في اليوم الدراسي ينفع برضو عادي؟ لا بيبقى في السبت. يوم السبت. طيب بتتدرب ساعه ونص؟ بتبقى مجهز حاجه في الرياضه بتلعبها قبل بتسخن مثلا؟ بتلعب نوع من الرياضه قبل ما تبتدي تنزل؟ بس صدر عادي. تسخن عادي؟ قد ايه؟ مده قد ايه؟ لا 10 دقايق. 10 دقايق. تكون فاطر كويس طبعا. يعني لازم تلتزم بالفطار، مفيش حاجه اسمها بقى مش هفطر النهارده. طب وفي ايام الامتحانات بتعمل ايه بقى؟ عندك امتحانات مثلا ممكن تبقى ماشيه مع التدريبات؟ لا بس بتستأذن بقى وكده؟ لا بتروح الامتحان؟ بروح الامتحان وبروح التمرين الاثنين يعني. انت متفوق في الدراسه؟ دايما المتفوق الرياضي لابد ان هو يكون متفوق في الدراسه، الاثنين بيكملوا بعض. طب قول لي بقى احساسك ايه لما باذن الله هتدخل بطوله مارس؟ مجهز لها ايه من دلوقتي؟ انت بدات يبقى الثقه النفس بقى موجوده دلوقتي خلاص يعني؟ القلق بتاع البطوله الاولانيه ده راح خلاص والتوتر. هتاخد نفس المشجعين بتوعك تاني؟ كلهم جايين معاك ان شاء الله؟ في دي فين هتبقى؟ في القاهره؟ في القاهره ان شاء الله. في استاد القاهره. في استاد القاهره ان شاء الله. كلكم طبعا هتبقوا طالعين في استاد القاهره ان شاء الله. طب كنت متوقع للفريق حد تاني برضو انه يحقق ارقام قياسيه؟ يعني مثلا ارقام برضو زي زياد كده؟ وزي ما قلت لحضرتك برضه اول بطوله دي بتبقى الموضوع بيبقى صعب شويه، لسه مش واضح، لسه حتى مش عارفين الانديه اللي حوالينا بقت عامله ازاي والولاد اللي موجودين فيها. بس فان شاء الله البطوله الجايه يبقى فيه بقى تركيز اكتر، بدا الواحد يعني الصوره توضح في الانديه اللي حوالينا ايه، وان شاء الله نحقق نتائج افضل. هل بتختلف الصيفي عن الشتوي كتدريبات او كاسلوب او كبيئه حوالين المكان لما يكون ساقعه غير لما يكون حر غير لما يكون في دراسه؟ هو بيبقى في تعب اكتر منكم؟ البطوله الصيفيه بتبقى في خلال الفصل الصيفي، فبيبقى فيها فرصه اكبر ان نقدر ان احنا نزود تمرينات او نعمل تمرينات اضافيه يعني. فبيبقى في البطوله الصيفيه بيبقى نتائج افضل يعني. افضل من الشتويه اكتر. بيبقى في تنشنه مع الفريق، ولا عندك روح سعه الصدر كده والهدوء زي ما انت هادي معانا كده؟ اهم حاجه هادي جدا. اصل هو الحلو في العلاقه بين البطل وبين الكابتن الحب بقى بينهم، وان هو يعني حتى لو سمع لاوامره او استمع ليها برضه بيبقى بحب، مش بيعملها بخوف، عشان التوتر اللي هيجي له ساعه الامتحان ساعه المسابقه ما يبقاش كمان معاه تكثيفه كمان من المدرب. يعني هو بدون تشجيع المدرب. لازم الولد يكون بيحب مدربه وبيسمع كلامه وفي نفس الوقت بيحترمه، يعني ما يكسرش كلامه طبعا، لانه عارف انه عايز مصلحته وعايز اللي هو يحقق النجاحات. كمان احكي لي بقى احكي لي ماما بقى بتعمل ايه؟ ماما بتقول لك ايه وبتساعدك ازاي؟ بتوديني كل التمارين. هي بتوديك كل التمارين طبعا. في حد في البيت عندكم بيحب السباحه برضو يا زياد؟ اخويا برضو بيتمرن. الاكبر ولا الاصغر؟ اصغر بقى عشان انت توري له بقى انت النموذج، الميداليات والكؤوس دي. انت كنت فرحان بالكاس ده بقى يا زياد؟ يعني ده 400 متر مش كده؟ ده 400 وال200. 400 و200 هو ده احسن رقم بقى. كاس احسن رقم في 400. احسن رقم في 400. طب ده بيبقى مرتبط بالوقت مش كده؟ يعني الاثنين بالوقت. هو اول يوم لما حسيت ان هو خد اول وتاني بقى حسيت ان هو هيكمل؟ يعني كنت متوقع انه يجيب رقم؟ عندي امل كبير ان شاء الله ان هو يعمل نتائج افضل في السباقات اللي بعد كده يعني. ليه بقى كان في يعني اختلاف في التدريب، اسلوب التدريب الثاني عن الثالث عن الرابع، ولا هو فضل على نفس الاسلوب؟ هو يعني بدل اول سبق نزله وكسر حاجز الخوف اللي جواه وعمل رقم كويس، بيبقى في امل بقى خلاص ان شاء الله ان هو يكمل البطوله كويس باذن الله يعني.
طب والرقم القياسي بيبقى له حاجه اعلى من كده ولا هو كده حقق خلاص احسن رقم؟ لا لسه بيبقى في رقم طبعا يعني بتاع رقم السبق نفسه، ده رقم قياسي بيبقى حد محطم الرقم او باسمه. ده ان شاء الله بقى بنشتغل عليه وان هو يبقى باسم السباح يعني. يعني هو حقق رقم قياسي بالنسبه له هو، بالنسبه للبطوله كمان. يعني لكن في ممكن تبقى وارد انها تبقى اعلى من كده. هو في ارقام افضل طبعا في المرحله دي يعني. متوقع للناشئين اللي هم 11 سنه، يعني زي يمكن سمعنا برضو ان هو مش ما نقدرش نحكم عليهم دلوقتي هيبقوا ابطال ولا لا، لكن دي بنقول دي مرحله اولى حتى ان باذن الله. هل متوقع زياد يكمل ان شاء الله على نفس المستوى اعلى؟ يعني انت كرؤيه بقى مدرب. لا اكيد طبعا ان شاء الله، لان يعني هو كل ده ان في مدربين كتير بيبقى في المرحله العمريه دي بيضغطوا على الاولاد جدا، بيبقى الضغط فوق الامكانيات اللي هم يقدروا يدوها. فده بيأثر عليهم بالسلب بعد كده. بيجيب نتيجه عكسيه، لكن وبتحبط على فكره كل يعني البطل واسرته. طبعا. لكن لو البرنامج المحطوط على قدهم في تدريج في البرنامج نفسه ده بيخليه ان شاء الله السباح ان هو يكمل يبقى ليه مستوى افضل بكتير باذن الله. مهندسه سما سلطان، كلمه اخيره اقولها لك، يعني انتوا باذن الله هتستعدوا ان شاء الله لبطوله مصر في استعدادات معينه مدينه يعني منطقه اسكندريه للسباحه تجهيزات البطوله الجميله دي؟ اللي لو هو مثلا طلبوا حكام احنا تحت امرهم في اي شيء. لو طلبوا مثلا اي حاجه في تنظيميه اداريين برضو فولنتيرز اي حاجه احنا برضو تحت امرهم في اي شيء. احنا في الاخر حاجه واحده واحنا بنحاول ننهض بالمستوى. هي عموما السباحه رياضه عالميه، مصر تبان. اهم حاجه اكيد بنبتدي دايما من قمه المحليه للعالميه، يعني دايما المحليه على فكره بتبقى دفعه جميله للعالميه. ان شاء الله اشكركم شكرا جزيلا مهندسه سما سلطان، سكرتير عام مجلس اداره منطقه الاسكندريه، نورتينا. اشكركم شكرا جزيلا. اشكر كابتن عمرو مصطفى مدرب سباحه فريق 2008 نادي سبورتنج، نورتنا كابتن عمرو. واشكر طبعا السباح والبطل زياد محمد الحاصل على لقب احسن رقم قياسي في بطوله السباحه تحت 11 سنه. نورتونا يا جماعه، الف شكر لحضراتكم. شكرا لكم. نهاية فقرات برنامجنا، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. وإلى الجمعة الجاي وصباح اسكندرية.